مشكلتهم يوم من الايام الاخ وليد الطبطبائي، وانا كل احترام له ولعائلته الكريمه، فهم من الساده الرفاعيه، عفوا من الساده الطبطبائيه، عندما قال دويسان تشيع صفوي. كانت لا لا لا، هؤلاء الان النغمه الجديده الصفويه، النغمه الجديده الصفويه ما يقدر يقول لي انت شيعي، فبالتالي لا يستطيع، فيلف ويدور ويسميه صفوي. انت تعرف شنو الصفويه؟ طبعا اعرف. شنو الصفويه؟ عارف. هذا سؤال بس. يعني تجاوبك شنو الصفويه؟ جاوبني. الصفويه كره العرب وكره الصحابه وكره عمر بن الخطاب. هذه الصفويه. نعم. ما تقرا التاريخ. لا ما تقرا التاريخ. هذا اسمح لي مو اسمح. اولا الصفويه منسوبه الى صفي الدين الاردبيلي، والاردبيلي يا سيدي من اردبيل، واردبيل تتحدث اللغه التركيه، واسماعيل الصفوي ابوه حيدر تركي ويتحدث التركيه، ولا ديوان شعر اسماعيل الصفوي باللغه التركيه في مدح النبي وآل النبي باللغه التركيه، مو فارسي. اسماعيل الصفوي جده الخامس اللي هو صفي الدين امن بالتشيع، كان شافعي مثلي، كنت سني صرت شيعي، صفي الدين مثلي سني صار شيعي، قام ابنه اي بس ما صرت صفوي. الان هو صفوي بالمعنى اللي انت تبيه؟ لا عن النهج. الدكتور يتكلم. معلش. انا اقول ان النهج اللي يقصدونه مو حقيقي. اسماعيل الصفوي اسس دوله قويه، قام سلطان سليم الذي كان ابوه يغزو اوروبا ويفتح دول اوروبا ويرفع المآذن في اوروبا، قام سلطان سليم بقتل ابيه والاستيلاء على الحكم، وقال لقد فصل الشيعة، كذي قال، فصل الشيعة اسماعيل الصفوي عن اخواننا، فصلنا عن اخواننا في المشرق، وبالتالي ترك اوروبا وقعد يقاتل المشرق العربي. قاتل منو؟ قاتل الدولة الصفوية، وقاتل المماليك، واستولى على الحجاز، واستولى على مصر، واستولى على الشام، واستولى على العراق، وترك اوروبا. قاتل الدول العربية وقاتل العرب من اجل الاستيلاء على المناطق العربية. هذا هو السلطان سليم. فبالتالي الصفوية التي يتهمونها اتهامات شتى مو صحيحة، فقط هي لأن أول دولة شيعية قامت في إيران اتهموها، وعلى فكرة اللي أقامها أتراك ما أقاموها فرس. بس عفوا اليوم يبدو من كلامكم يعني أن ما ودي أقول أشياء حسنة، ولكن